في تونس أكثر من 1,200,000 تلميذ يمشوا كل صباح للمدارس الابتدائية، وقرابة 1,200,000 أخرين في المعاهد، فنسبة التمدرس ببلادنا وبين صفوف الأطفال وصلت إلى 90%. لكن في نفس الوقت كل عام 100,000 تلميذ تقريبا ينقطعوا للدراسة، وأغلبيتهم ما يسجلوش في التكوين المهني. وزيد نسبة البطالة وبالأخص لأصحاب الشهائد العليا وصلت 24%. وبالنسبة لجودة التعليم وترتيبنا في العالم فبكل بساطة كارثي، ينكونوا خارج التصنيف كما في 2022 و2018 حسب تقييم بيزا أو في المراتب الأخيرة، والشيء هذا يتكرر عنده برشا سنين رغم اللي الإنفاق على التعليم كل عام ماشي ويزيد. فالأرقام هذه الكل تأكد إنه عندنا أزمة تعليم حقيقية، أزمة عمرها سنين وما بدأتش من اليوم. في الفيديو هذا باش نحكوا على تاريخ التعليم في تونس من قبل الاستعمار لليوم، وشنو أهم المحطات اللي مر بها، والأهم شنو أسباب التدهور وتدني المستوى، وكيفاش القطاع الخاص ولا عنده دور كبير في الأزمة اللي نعيشوا فيها اليوم، وشنو الحلول باش نخرجوا من الأزمة هذه. وكالعادة باش نفهموا الحكاية لازم نرجعوا من الأول. في عام 698 يتأسس واحد من أبرز المساجد، مسجد الزيتون، على يد حسان ابن النعمان. بالأول كان لإقامة الصلاة فقط، لكن مع الوقت صار مركزا علميا وتعليميا، فبدأ تدريس علوم الشريعة واللغة العربية والفقه على شكل حلقات علمية كما متعارف عليه في الوقت هذاك. ومن أبرز الزيتونيين ابن خلدون، عبد العزيز الثعالبي، محمد الطاهر بن عاشور، أبو قاسم الشابي وبرشا آخرين. ومعلومة على جنب، برشا عباد يشوفوا انه الزيتونة اول جامعة في العالم، على عكس الكلام الرائج انه جامعة القرويين في المغرب هي الاقدم، لان التاريخ اللي بدات الزيتونة يدرس فيها كان عام 737، بينما جامعة القرويين تأسست في 859 على يد التونسية فاطمة الفهري. المهم نرجع لموضوعنا. لحد اللحظة هذه التعليم في تونس مازال غير الزامي وغير مؤطر، واغلبية الشعب كان امي. لكن في فترة حكم أحمد باي وتحديدا في 1840 يتم إنشاء المدرسة الحربية بباردو اللي اعتمدت تدريس الرياضيات، تاريخ وجغرافيا ولغات أجنبية كما الفرنسي والإيطاليان. والحقيقة المدرسة هذه كانت نقلة نوعية في تونس. وفي عام 1873 باش يتولى منصب الوزير الأكبر واحد من أبرز المصلحين، خير الدين باشا أو كما معروف خير الدين التونسي. كان هدف خير الدين باشا تأسيس حركة تنويرية وتحديثية في تونس، ويأكد على ضرورة الاقتباس من التنظيمات السياسية والاجتماعية اللي نجحت في الغرب، والشيء هذا حكى عليه في كتابه أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. أما اللي يهمنا نحن تو إصلاحاته في التعليم. في عام 1875 يأسس المدرسة الصديقية اللي كانت أول مدرسة ثانوية عصرية في تونس، يعني برامج دراسية مواكبة للفترة ذيك، وكانت تقري العديد من اللغات الأجنبية والعلوم الصحيحة. وتنجح الصادقية في تكوين أول نخبة معاصرة واللي قامت من بعد الاستعمار الفرنسي كما الحبيب بورقيبة، الهادي نويرة، محمد بن عمار، ومحمود المسعدي اللي حتى هو عنده دور في تطوير التعليم في تونس وباش نحكوا عليهم بعد. وأيضا أول طبيب تونسي بشير الدنقزلي. قرا بشير الدنقزلي بالمدرسة الصادقية، وقرا كما أخوه الكبير مصطفى الدنقزلي في فرنسا. بعد ما اعطته المدرسة الصادقية منحة باش يكمل دراسته العليا، والتحق بالجزائر أولا عام 1887، ثم انتقل لمواصلة دراسته في الطب بجامعة بوردو الفرنسية، ويتخرج منها عام 1897. ومن وقتها كان أول مسلم تونسي يتحصل على شهادة الدكتوراه في الطب في الفترة المعاصرة. وزيد خير الدين باشا ما يكتفيش فقط بالصديقية، وزيد يكلف لجنة كان يترأسها لتحديث وتطوير نظام التدريس في جامعة الزيتونة. Grande journée pour la Tunisie. Au Quai d'Orsay, M. Christian Pinault et M. Tahar Ben Ammar, chefs du gouvernement tunisien, ont signé l'acte qui proclame l'indépendance de la Tunisie et abroge la convention du Bardo. De nouveaux entretiens définiront l'interdépendance franco-tunisienne. نهار 12 ماي 1881 يوقع صادق باي والحكومة الفرنسية معاهدة باردو، ومن وقتها تدخل رسميا تونس تحت الاحتلال الفرنسي. وفرنسا ما تستناش برشا وتبدأ تقري في البرامج الدراسية متاعها في تونس، وتهمش الثقافة العربية والهوية متاعنا. حتى القراية صارت تقريبا حكر على الأوروبيين. وعلى سبيل المقارنة في السنة الدراسية 1926-1927 92% من الفرنسيين والأوروبيين اللي في تونس في المدارس الابتدائية، بينما نسبة التوانسة اللي التحقوا بالتعليم الابتدائي كانوا 13% فقط. وزيد ثم تمييز في صفوف التوانسة، يعني الغني يقرأ والفقير لا، الشيء اللي أثار غضب برشا توانسة ودفعهم لتأسيس الجمعية الخلدونية سنة 1896، وبعد جمعية قدماء الصادقية سنة 1905. وفي كتابه تونس الشهيدة لعبد العزيز الثعالبي يوصف ويقارن حالة التعليم قبل وبعد الاحتلال الفرنسي.
فيذكر الإصلاحات اللي قام بها أحمد باي. على سبيل المثال قانون 1842 لتنظيم سير الدروس وتحسين رواتب الأساتذة وضمان حسن التدريس. ويعتبر الثعالبي ذروة الإصلاحات اللي قامت بها دولة البيات في ميدان التعليم. كان قبل 6 سنوات فقط من الاحتلال الفرنسي، قبل ما يدمر الاحتلال هذه النهضة التعليمية الناشئة. وفي عام 1891 وتحديدا في المدرسة الصديقية يصير أول امتحان بكالوريا في تونس، أما كان نسخة فرنسوية وستة تونسة فقط ينجحوا. وفي دورة 1912 ينجحوا 18. وفي سنة 1950 ولا عندنا بكالوريا فرنسية عربية. في 20 مارس 1956 تستقل تونس، وكان ملف التعليم أولوية قصوى ونقطة تحول لبناء تونس الحديث. فبعد عام بالضبط تصير أول بكالوريا تونسية. وفي عام 1958 يصدر محمود المسعدي اللي يعينه بورقيبة وزير التربية القانون عدد 118. القانون هذا كان ركيزة الإصلاح التربوي ويهدف إلى تعميم التعليم، مجانية التعليم والإشارة إلى إجبارية التعليم. حتى عدد المدارس ارتفع بنسبة كبيرة، نحكوا على 889 مدرسة في عام 1958 إلى 2423 مدرسة سنة 1978، مع التركيز على الأرياف، الشيء اللي انعكس على عدد التلامذة ونسبة التمدرس. ففي 1960 كان عندنا 360 ألف تلميذ إلى 900 ألف تلميذ سنة 1970. وعدد تلاميذ الثانوي ارتفع من 3500 إلى 180 ألف تلميذ. باختصار بورقيبة كان يؤمن بأن التعليم هو الوسيلة للتحرر من الجهل والتخلف، وأداة أساسية لبناء المواطن التونسي الجديد القادر على المساهمة في تنمية البلاد بعد عقود من الاستعمار. فذاك علاش كيف ما حكينا ارتفعت نسبة التمدرس بشكل كبير وتراجعت معدلات الأمية. لكن في 7 نوفمبر 1987 باش يتولى بن علي الحكم وباش تدخل معه تونس في حقبة جديدة. أهم الإصلاحات في عهد بن علي هي إصلاحات 1991 على يد وزير التعليم محمد الشرفي اللي حكينا عليه في الفيديو هذا. المهم التعليم ولا إجباري لكل الأطفال حتى عمر 16 سنة، واعتمد هيكلة جديدة للتعليم واللي نعرفوه حتى التو. تعليم أساسي متكون من 9 سنوات إجبارية تنقسم إلى المرحلة الأولى 6 سنوات ابتدائي، المرحلة الثانية 3 سنوات إعدادي، والتعليم الثانوي اللي متكون من 4 سنوات. وحاجة أخرى تعريب المناهج العلمية والتقنية وبالأخص في الفترة الأساسية. وزاد فصل التعليم المهني على التعليم العام وصار تابع لوزارة التكوين المهني والتشغيل. وبعد مدة قصيرة وفي 2002 يتم إصدار قانون التوجيه التربوي عدد 80 تحت اسم مشروع مدرسة الغد، والتركيز كان على تطوير المناهج نحو المهارات بدل الحفظ وتحسين تكوين المعلمين والأساتذة ببرامج جديدة، ومنح استقلالية أكبر للمؤسسات التعليمية في التسيير، واعتماد آليات تقييم دوري لمراقبة جودة التعليم، وتبدل طريقة حساب معدل البكالوري، وبرشا قرارات أخرى اللي تشكلت على أثارها المنظومة التعليمية تقريبا للحظة هذه. نذكر زاد محاولات إصلاحية أخرى كما في 2016 وإصدار الكتاب الأبيض لإصلاح المنظومة التربوية، وأخيرا في 2023 الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم. والهدف كان الناس الكل تشارك في الإصلاح سواء أساتذة تلامذة أو أولياء. بعد ما استعرضنا تاريخ التعليم في تونس بداية من عهد البيات حتى التو وذكرنا أهم المحطات والقرارات، نتصور اللي يهمنا في الفيديو هذا محاولات الإصلاح. فبالأرقام والإحصائيات نجم نقولوا اللي معظم المحاولات هذه فشلت في تحسين جودة التعليم. نعطيك تقييم الرياضيات اللي هي مادة أساسية في تكوين الإنسان في الابتدائي. نسبة التلاميذ الذين يوجدون في المستوى المتقدم باليسيس 0%، ما عندك حتى تلميذ في المستوى المتقدم. باهي. نسبة التلاميذ الذين يحققون المستوى العالي 1%، هذه النخبة اللي عندنا. نسبة التلاميذ الذين يحققون المستوى المتوسط 8%. نسبة التلاميذ الذين يحققون المستوى المتدني 19%. أما شد هو الكارثة، هو الجريمة اللي ساكتين عليها عنا أكثر من 20 عام وسكت عليها المسؤولين السياسيين الكل والوزراء الكل، وهذه أنا قلتها وحطيناها في الكتاب الأبيض وخلقت الناس الكل. 72% من الأولاد هذوكما غير قابلين للتصنيف حسب المعايير الدولية، بحسب إذن بسبب افتقادهم ما عندهمش الحد الأدنى. هذا جماعة تحت 72% لا ما يتصنفوش انكلاسابل. أول ومن أهم أسباب تدهور مستوى التعليم في تونس هي البنية التحتية، على خاطر ما نجموش نحكوا على تعليم غير مدارس أو ليسيات صالحة للتدريس.
فعلى سبيل المثال في 2016 وتحديدا في القيروان إسقاف متاع قسم يتيح، وفي 2019 تتكرر الحادثة في مدرسة بصفاقس، وحتى في 2021 يتيح إسقاف مدرسة بالكرم، وفي 2025 والفاجعة اللي صارت في سيدي بوزيد واللي تسبب في مقتل 3 تلامذة. فحسب الإحصاء المدرسي لوزارة التربية للسنة الدراسية 2023-2024 فإنه 1354 مدرسة تفتقر إلى تزويد بالمياه الصالحة للشرب، مع العلم مجموع المدارس 4577 و839 مدرسة لا تحتوي على مجموعات صحية، الشيء اللي خلق أزمة في توفير الرعاية الصحية اللازمة للتلامذة والمعلمين. و996 مدرسة تعاني من نقص في التسييج أو من غير سياج أصلا، وأكثر من 500 مدرسة من غير طريق يوصل لهم. وهذا كله ما حكيناش على مشاكل النقل اللي يعاني منها سواء التلميذ أو الأستاذ. وكنزيدوا نتعمقوا أكثر في سبب أزمة البنية التحتية باش يعرضونا زوز أسباب. السبب الأول هو الفلوس أو الميزانية اللي صحيح تظهر على أوراق مرتفعة حتى مقارنة مع الدول المغاربية، وكل عام تقريبا ماشية وتزيد. ففي 2010 كانت الميزانية 2 مليارات و800 مليون، وفي 2022 ترتفع إلى 7 مليارات، وفي 2023 7 مليارات و500 مليون، وفي 2024 وصلت ل 7 مليارات و900 مليون، وأخيرا في 2025 8 مليارات. لكن أكثر من 80% من الميزانية ماشية شهري. فعلى سبيل المثال في 2023 صح الميزانية 7 مليارات و500 مليون، أما 6 مليارات و400 مليون منهم كانوا أجور، يعني تقريبا 85% من الميزانية. ومشكلة البنية التحتية تتجاوز الميزانية في برشا حالات بسبب البيروقراطية اللي تعاني منها بلادنا، يعني برشا تعطيلات إدارية تعرقل إنجاز المشروع. بلغة أخرى الحيط يوصل يتيح واللجنة مازالت تدرس وتلوج على أرخ الصفقة طايح، والجميع يمر من أمام هذا المعهد ويشاهد هذا السور. به الدولة بأجهزتها وبسهولتها وكلك البيروقراطية متاعها، خاطر علاش يلزم كي باش نصلحوا نرموا سور لازم نعملوا مراسلة، ومن بعد نحلوا ابيل دوفر، ومن بعد نعملوا لجنة، واللجنه ذي تراقب هل تدخل في تعمل مناقصه ويدخلوا فيها تقدم العروض وندرسوا العروض، والعروض الله اعلم كيفاش تتعطى وكيفاش تمشي، ومن بعد نقعدوا نستناو للموافقه، ومن بعد نشوفوا الاعتمادات المرصوده. يعني عمليه سور قداش باش يتكلف، انا ترى نعمل له حسابه كي باش نشوفوا الترميم يا سيدي باش ما يتيحش على القيل. حاجه اخرى مهمه برشا وتزيد تعمق ازمه قطاع التعليم بجانب البنيه التحتيه، النقص الكبير في عدد المعلمين والاساتذه. في 2017 يصرح نور الدين الطبوبي امين عام اتحاد الشغل انه عدد النواقص في صفوف المعلمين والاساتذه يقارب 13800 مدرس في المرحله الاساسيه و1780 في المرحله الثانويه، الشيء اللي تسبب في غلق عدة مدارس كما المدرسة الابتدائية بمنطقة بوحجلة بولاية القروان و6 مدارس أخرين في نفس الولاية. ونتيجة النقص الكبير هذا باش تهزنا المشكلة أخرى، وهي ارتفاع عدد التلامذة في القسم الواحد، من اللي كان المعدل هو 25 تلميذ صار أكثر من 35 تلميذ. وبالمنطق كل ما يزيد عدد التلامذة يولي يصعب على المربي متابعة مستوى كل تلميذ وتصحيح الأخطاء الفردية وإعطاء واجبات مخصصة، وهذا أكيد باش ينعكس سلبا على استيعاب التلامذة ونتائجهم الدراسية. وقبل ما نتعدوا للمشكلة الثالثة لازم نحكوا على ظاهرة خطيرة برشا، العنف في المدارس. بحسب إحصائيات وزارة التربية سنة 2022 الوسط المدرسي يسجل سنويا بين 13,000 و 21,000 حالة عنف في المدارس والمعاهد، وبصراحة رقم كبير برشا في بلاصة تأسست بالأساس للتعليم والتربية. وبالرغم من مشاكل البنية التحتية والنقص الكبير في عدد المعلمين والعنف في المؤسسات التربوية، يبقى هذا الكل جزء من معادلة كبيرة. التلميذ التونسي يعدي تقريبا في 32 ساعة في الليسي مقارنة مع بعض الدول. في فرنسا على سبيل المثال 26 ساعة في الأسبوع، في فنلندا تقريبا 20 ساعة. حاجة أخرى زيد على 32 ساعة في الليسي ليتيود أو الدروس الخصوصية اللي صارت جزء من التعليم، وهذه حقيقة ما نجموش ننكروها حتى السنة الأولى ولت بالليتيود. فحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإن التوانسة صرفوا 1,470 مليون في 2023 على دروس الخصوصية. وحسب نفس التقرير نسبة التلامذة اللي تقرأ في اليوتيوب في التعليم الثانوي ما تقلش على 76%، والنسبة الكبيرة في البكالوريا 93%. ورغم اللي ثم مقترح قانون تغيير النظام التوقيت المدرسي لحصة واحدة، لكن حسب رأيي الإشكال الكبير في البرامج الدراسية، وهذا ينقلنا يمكن الأهم مشكلة يعاني منها التعليم في تونس.
كثافة البرامج وكثرة الدروس خلت الأستاذ يحاول يكمل البروجرام في بلاص ما يركز على استيعاب التلميذ، والتلميذ ولا يحفظ فقط باش ينجح في الامتحانات من غير ما يفهم أو يكتسب مهارات جدد. يعني رغم عدد السوايع الكبير وباقي الأستاذ موش قادر يكمل البرنامج. قدرة التلميذ على الاستيعاب وماشية تنقص، ماشية تزيد، هذه أول حاجة. فما برشا حاجات معناها لازم واحد يرجع لهم، المانك دو كونسنتراسيون، الوقت، الشارج نتاع البروجرام. انا مثلا قاري توا تروزيام اني عام الجاي باك، شارج كبيره برشا. وزيد ضاف البيداغوجيا، والبيداغوجيا هي الطريقة اللي يعلم بها الأستاذ التلميذ، يعني كيفاش يوصل المعلومة. في تونس التكوين اللي يتلقاه المربي ما يكونش كافي باش يواكب تطور المناهج والبيداغوجيات الحديث، حتى البرامج التكوينية بعد تعيين شبه غائبة. إذا النتيجة المعلم ولا الأستاذ باش يميل للطرق اللي يعرفها كيما التلقين والتقييم بالحفظ وشكون ذاكرته أقوى. فنتيجة المشاكل هذه جاء التعليم الخاص على أساس هو الحل والبديل للتعليم العمومي، وحتى الأولياء ولا عندهم إقبال كبير على المؤسسات الخاصة. تفضل إنه تقيري صغارك في مدرسة عمومية ولا في مدرسة خاصة؟ مدرسة خاصة. علاش؟ خاطر المدرسة العمومية ما عادش معلمين يقروا بالكدا، وما عادش كان الوتيدات وكان الفلوس، كل معلمة شنو تحب، واحدة تحب الفرنسية واحدة والانجلية واحدة والعربي وحده، اعتبار واحد مدرسة عمومية خير من مدرسة خاصة خير مدرسة عمومية. في دراسة عملها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تفيد إنه التعليم الخاص تطور بنسبة 500% بين سنوات 2010 و2020، وعدد التلامذة المسجلين في المدارس الابتدائية الخاصة زاد من 21509 تلميذ سنة 2010 إلى 128513 تلميذ في السنة الدراسية 2024، يعني 6 مرات في 14 عام. وفي 2025 وصل عدد المدارس الخاصة إلى 811. أما ما نجموش ننكروا اللي التعليم الخاص نوعا ما يقدم في جودة أحسن وإمكانيات خير، لكن فرد وقت زاد عمق من أزمة التعليم في تونس، فالدولة ما عادش تبحث على حلول للتعليم العمومي، في المقابل تقدم في امتيازات للتعليم الخاص كما حرية التسعير وتسهيلات القروض وخطوط التمويل البنكية في إطار التشجيع على الاستثمار والمبادرة الخاصة. من الآخر ما عادش التلامذة الكل تتمتع بنفس جودة التعليم، عندك تقرأ ما عندكش ما تقراش. بعد ما حكينا على أبرز المشاكل على الأقل في رأيي، زعما ثم حلول ولا مستحيل التعليم يتصلح؟ أكيد لكل مشكلة ديما ثم حل، وأول حاجة لازم تقوم بها الوزارة هي تحسين البنية التحتية وبالأخص في الأرياف. كيف ما حكينا ما نجموش نحكوا على تعليم غير مدارس صالحة للقراية أصلا، وفي السياق هذا أطلقت وزارة التربية برنامج لتحديث البنية التحتية المدرسية بميزانية 159 مليون. وبالنسبة للمنهج الدراسي أكيد لازم تحديث ويواكب العصر، وبالأخص تو مع تطور الذكاء الاصطناعي. وحسب رأيي البسيط أحسن طريقة باش نحلوا مشكلة المناهج الدراسية كيما طول المبالغ فيه ولا كمية الحشو الكبيرة، حتى نظام التقييم والامتحانات اللي معمول باش يقيم ذاكرة التلميذ لا أكثر لا أقل. في رأيي نجموا نتعلموا من تجارب دول متقدمة واللي ديما متصدرين أحسن المراتب في جودة التعليم كيما فنلندا، ألمانيا، اليابان، سنغافورة وغيرهم. ندرس بعمق النظام والاستراتيجيات اللي يعتمدوها ونحاولوا نعملوا نظام هجين ويتماشى مع ثقافتنا. وأكيد زاد عندنا كفاءات تونسية قادرة على إصلاح المناهج الدراسية، لكن هذا لا يفسد للود قضية. وهكا نكونوا قدمنا لمحة على أهم مشاكل التعليم والحلول اللي نجم نطبقوها. وفي الأخير يبقى التعليم من أكبر التحديات في تونس، والإصلاح مسؤولية مشتركة بين الدولة، المعلم والعائلة. وإذا عندكم اقتراحات أو تجارب تحبوا تشاركوها اكتبوها في الكومنتات، وكان عجبتك الحلقة بارتاجيها مع أصحابك. سلام.